السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل السلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. شايفين البسبوسة القمر دي؟ هطلعها معاكم بسر ترميلها ولونها الذهبي اللي بتشتروه من المخابز بره وبتشتروه من اي محل حلويات. بجد حاجة كده فاخر من الاخر وبطريقة ناجحة وبسيطة وسهلة وجديدة ومختلفة. يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة كده معايا طاسة على النار، حطيت فيها كوباية من السكر، عليها ربع كوباية من المية، يعني كوباية من السكر عليها ربع كوباية من المية، يا دوبك بس السكر يشرب المية زي ما انتم شايفين. هسيب بقى السكر لحد ما لونه كده مع المية يبدأ يتكرمل خالص زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان السكر يتكرمل مع المية اللي احنا حطيناها. لو تلاحظوا هنا اللون بدأ يصفر واحدة بواحدة، يعني يتكرمل وياخد لون السكر المكرمل كده. شايفين انا هنا بقلب فيه بقى خالص، انا ما قلبتش فيه خالص غير لما بدأ ياخد اللون زي ما انتم شايفين. وزي ما انتم شايفين كده لونه بقى زي الكراميل بالظبط. هقلب برضو فيه شوية تاني لحد ما اوصل للون اللي احنا عايزينه، وده كده اللون المناسب ليه. شايفين لونه عامل ازاي؟ حط بقى 3 معالق كده من السمنة البلدي وهبدأ اقلبهم مع السكر كده او الكراميل بقى اللي احنا عملناه. بجد الطريقة دي جديدة ومختلفة وزي بتاعة محل الحلويات بالظبط. حطيت ربع كوباية من المية وقلبت كده الخليط كله مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما الكراميل اللي انتوا بتقلبوا فيه ده يسيح خالص. هحط بقى كوباية كده من الزبادي، تقدروا تستبدلوها بقشطة لو ما عندكوش زبادي. هبدأ بقى اضرب كده بالمضرب اليدوي، احنا ده كل المكونات لسه على النار. فضلت اضرب فيهم كده لحد ما المكونات كلها بقت سايلة مع بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشايفين لون الخليط او لون السائل عامل ازاي؟ لونه كراميل. اهم حاجة الخطوة دي زي ما قلتلكوا عشان البسبوسة يطلع لونها ذهبي كلها. هطفي عليه بقى واسيبه يدفى شوية. معايا كده بولة هحط فيها بقى سميد البسبوسة. انا هنا استخدمت 2.5 كوباية من سميد البسبوسة، ده المقدار كده بالظبط. وحطيت عليهم كوباية صغيرة خالص من الجوز الهند الناعم ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وكيس من الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده بقلب المكونات الجافة مع بعض وهنزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه على النار. ويدوبك هنا الخليط طفيت عليه هدي شوية بس من النار، مش بارد خالص، لا هو هدي. طبعا البسبوسة ما ينفعش تتعجن كتير، انا بس بقلب كده بالمعلقة السيليكون من تحت لفوق، اجيب الخليط اللي هو الجاف من تحت واطلعه لفوق زي ما انتم شايفين كده. انا مش بعجن ولا بقلب كتير، انا بس هخلي الخليط كله يتشرب مع بعضه وهبطل ان انا اقلب فيها. ده سر البسبوسة عشان يطلع مرمل معاكم، ما ينفعش تعجنوا فيها كتير. خلاص زي ما انتم شايفين كده اتأكدت ان كل حاجة تجانست مع بعض ومفيش خليط جاف او في سميد بسبوسة لسه ما اتعملش. وهنا معايا صينية دهنتها بالسمنة البلدي زي ما انتم شايفين كده، وهنزل خليط البسبوسة اللي احنا عملناه. شايفين لونه عامل ازاي؟ الطريقة دي بجد جميلة جدا. الخليط بيكون سائل زي ما انتم شايفينه كده. فردته في الصينية، خبطته خبطتين لحد ما اتفرد في الصينية زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى احط اي مكسرات. انا هنا حطيت لوز وبندق، تقدروا تستبدلوها بالجوز الهند، ممكن تحطوا فول سوداني، ممكن تعملوها سادة. انا هنا حطيت لوز وبندق كانوا موجودين عندي الصراحة. زي ما انتم شايفين كده بدخلها بقى الفرن. شايفين انا طفيت لكم الاضاءة عشان تشوفوا لونها على الطبيعة. هدخلها الفرن تستوي وارجع لكم تاني. هعمل بقى معاكم الشربات لحد ما البسبوسة تطلع. انا حطيت البسبوسة على درجة حرارة 180 تستوي من تحت، وهبدأ اولع عليها تاخد وش بسيط. هعمل معاكم الشربات بتاع البسبوسة لان طبعا الاتنين بيكونوا سخنين، فبدخل البسبوسة الفرن اولع عليها تستوي وبعمل في نفس الوقت الشربات على البوتاجاز. حطيت 2 كوباية من السكر عليهم 2 كوباية من المية. ده كده شربات البسبوسة المظبوط. قلبهم كده مع بعض، واول ما يبدأ الشربات يغلي بعصر نص ليمونة زي ما انتم شايفين كده.
بدأ الشربات يغلي عصرت نص ليمونة واسيبه يستوي، مبيكملش ربع ساعة على النار بجد. وده كده البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن، شايفين لونها عظمة بجد، حاجة كده فاخر من الاخر. هبدأ بقى اشربها الشربات سخن زي ما انتم شايفين. البسبوسة الناجحة كل ما تحطوا لها شربات تشرب، يعني دي تخليكوا تعرفوا ان البسبوسة ناجحة معاكوا. شفتوا احنا كل ما بنحط شربات بتشرب، مفيش شربات بيفضل على الوش. شايفين هرجع اشربها تاني هتشرب معايا. ده كده سر برضو من اسرار نجاح البسبوسة، تعرفي ان هي ناجحة معاكي من كده. اصلا لونها خطير وشكلها خطير، وكمان هقطعها معاكم واوريكم دلوقتي. شايفين هنا بقى خلاص انا شربتها الشربات، كمان البسبوسه طالعه معانا مش متشققه خالص، ده برضو سر من سر نجاحها. هبدا بقى اغطيها واسيبها بس كده تبرد تماما. انا بحب الصراحه اسيبها شويه، يعني انا سبتها هنا حوالي ساعتين، بردت تماما وبدات اقطعها معاكم. شايفين اقطع بكل سهوله. شايفين كمان مفيش يعني البسبوسه مش متشققه. كمان هوريها لكم ازاي هتطلع خرط معانا زي بتاعت بره بالظبط. انا هنا بقى قطعتها وبطلعها معاكم. شايفين كده حاجه عظمه. شايفين لونها اصلا من جوه بجد لونها ذهبي وخطير زي بتاعت بره بالظبط واحلى. انا بقى النهارده جيت لكم بسر البسبوسه وعملتها معاكم، انا متاكده ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم. اقدمها معاكم كده وهوريكم ازاي مرمله من جوه، كمان القطعه ماسكه نفسها. شايفين اكيد انتوا شايفين الجمال. يومي خطيره بجد، تحفه، اكدوا من فرط الجمال واذوقوا. شايفين بقى مرمله ازاي معاكم. انا هنا بقى بوريكم ان هي مرمله، وكمان القطعه ماسكه نفسها وطريه وجميله جدا بجد. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتجربوا طريقه البسبوسه بتاعتي وتقولوا رايكم في التعليقات. حقيقي بجد لو وصلتوا لحد هنا شكرا ليكم جدا ومع السلامه.